السلام عليكم. والله يا شيعي أريد أن أفضفض لك قليلا، أتمنى أنك تسمعني. حتى والله ما جهزت موضوع الفيديو، هكذا كلام. يا أخي ما أدري من أين أبدأ ومن أين أنتهي. كيف الشيعة يصدقون هذا الدين يا أخي الكريم؟ يعني اليوم كنت أتناقش مع الشيعة، يقول لك فاسألوا أهل الذكر. قلت له طيب يا أخي أنا أبغى أسأل أهل الذكر أين المهدي؟ يقول لك المهدي موجود لكنه فقط يوزع الفلوس والحوائج فقط، ويقول لك ما إن تمسكتم به لن تضلوا. قلت له طيب أنا أريد أن أتمسك بالمهدي. الآن الشيعة مختلفين، واحد مع الصرخي، واحد مع أحمد الحسن، واحد مع الغزي، واحد مع أمير القريشي، واحد مع الحيدري، واحد مع فضل الله. أريد أن أتمسك بالمهدي علشان لا أضل. ما إن تمسكتم به لن تضلوا. قال والله يا أخي ما تقدر تتمسك بالمهدي، المهدي فقط يوزع الفلوس والحوائج. يأتي الحسينيات والحج، تقول يا مهدي أدركني، يا مهدي امسكني في الطائرة، يا مهدي أخرجني من الغرق، يا مهدي أعطني فلوس، يعطيك. لكن حديث صحيح ما فيه. قلت شكرا لك. شوف أشياء عجيبة. بعدين يا شيعي تخيل لو أن علي بن أبي طالب عمل نفس حركات المهدي عجل الله فرجه الأقدس، يعني وهو طفل صغير ابن 5 سنوات هرب إلى صحراء أو إلى حفرة أو إلى غار، وجلس في الغار يسيطر على ذرات الكون ويخلق ويرزق ويدير الكون، ويسمع دعاء الزينبيات ويتوسط عند الله من ذاك الغار، ويجلس وخلاص، لا يعطي الناس معلومة ولا شيء ولا له علاقة بالدين. وأحيانا يأتي إلى الناس وهو ساكت مثل المهدي يصلي مع الناس، يأكل معهم، يشرب معهم، يأتي الحسينيات والحج، لكن ما يتكلم، ساكت. تخيل علي بن أبي طالب فعل نفس الحركات. ليش يا شيعة عندكم علي بن أبي طالب ضروري يمسك الحكم، ضروري جدا، وكل كلامكم ليل ونهار عن حكم علي بن أبي طالب، بينما المهدي تقولون مش ضروري أنه يحكم، أهم شيء أنه نؤمن باسمه فقط، أنه موجود وخلاص، معفو عنه، يعني لا يجب عليه أي شيء. أيش الفرق؟ كيف واحد ضروري يمسك الحكم، واحد عادي فقط يوزع الفلوس والحوائج؟ أليس هذا من تهافت دينكم النقي الطاهر؟ بعدين يا شيعي ليش أنت تحاول أن تنشر دينك النقي الطاهر والمهدي لا؟ لماذا أنت أشد حماسا وغيرة على أهل البيت؟ ليش المهدي الذي أصلا الله خلقه لهذا الأمر، خلقه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تقولون، هو الذي جعلكم أئمة، كنتم خير أئمة أخرجت للناس. حتى تحريفكم عجيب، أئمة أخرجت، تمام. وبالمناسبة مثل تحريفكم لقوله تعالى سلام على الياسين، قلتم إنها آل ياسين يعني أهل البيت. كيف أول آية يقول وإن إلياس لمن المرسلين؟ هل أهل البيت من المرسلين؟ شوف كيف. حتى يا أخي إيش هذا الدين يا شيعة؟ لا قرآن لا عترة ولا شيء. حتى أهل البيت والله ما تتبعهم يا شيعة، وأنكم تعرفون أن دينكم مختلف تماما عن أهل البيت، حتى في السب، في الطعن. يا أخي يكفيك أن الرسول مثلا وعلي بن أبي طالب عاشوا مع أبي بكر وعمر، وتزوجوا من أبي بكر وعمر وزوجوهم، وكانوا يصلون معا ويحاربون معا ويهاجرون معا. أنت مستحيل أنك تعمل هذا الشيء. والباقر والصادق وكلهم عاشوا في المدينة بين النواصب عج، ولا أحد يلمسهم ولا شيء. يا أخي إيش دينكم يا شيعة؟ كله أحقاد وضغائن ولا يبنى على دليل والشيء أصلا ما يحتاج دليل. والله أنت عارف يا شيعي أنك لا تحتاج دليل ولا تحتاج كتب. لو بنيت لك الآن قبر وسميته قبر سميه شه بنت الحسن، صدقني مباشرة تعبده وتطلب منه الفلوس والحوائج، وأنت عارف أنه كذب وأنه جديد طازج. الشيعي ما يحتاج دليل أصلا، يقول لك قلد. تخيل يا شيعي أنك تقلد السيستاني الذي لا يتكلم ولا يعرف العربية، وطاعن في السن ولا يقدر حتى يرد السلام، أصبح كأنه مومياء، مع ذلك تقلده الطاعة، وأصلا الذين يكتبون هم غيره، أما هو والله مسكين
يكتبون باسمه في الفيسبوك، في المواقع، في الكتب، في كل مكان باسمه، وهو مسكين شماعة فقط. أول شيء تشترط أنه يكون ناقل الدين معصوم، لا يخطئ ولا ينسى ولا يجهل، ويكون وارث علم الكتاب وما أدريش، وينزل إليه الوحي. بعدين تقبل من السيستاني الذي لا يتكلم أصلا، كما قال عبد الحليم الغزي، يقول كنا نعتقد أن المرجع يعرف الفيزياء والكيمياء وما أدريش ويعرف كل العلوم، وفي الأخير ما يعرف يتوضأ، ما يصلي أصلا، ما يحج، ما يخطب، ما ولا يعمل أي شيء. يقول لك نائب المهدي عج وهو لا يعمل أي شيء. حتى عندما تقول له مسك الحكم مثلا، لو قلت للسيستاني مسك الحكم، يقول لك أنا ما لي دخل بالسياسة. طيب كيف نائب المهدي عج؟ المفروض أنك يعني تأخذ الحكم. المهم يا شيعة، لخبطة في دينكم النقي الطاهر. بعدين يا شيعة والله لحد الآن، كيف المجلسي قبل 300 سنة متوفي وعنده سند إلى الرسول صاد؟ تمام، إيش من سند؟ يعني الآن لو أعمل لك كتاب وأعمل لك سند على طول تصدق، ما عندك أي مشكلة. ليش يا شيعة تأخذ من العلماء مع أنه لا يجوز لك أخذ الدين إلا من المعصومين؟ ليش الله بعث المعصومين الاثني عشر؟ أليس علشان نتمسك بهم؟ إذا كان التمسك بالعلماء، المفروض أن النبي صلى الله عليه وآله يقول أني تركت فيكم كتاب الله مثلا والعلماء أو المراجع فقط. ليش دلنا على الاثني عشر كما تقولون؟ ليش الله عصم الاثني عشر؟ كيف عصمهم وبعدين طردهم من تعليم الناس؟ وأصلا يا شيعة عندكم أهل البيت كذابين والله، يمارسون التقية مع المخالفين أو مع الشيعة، ومع بدون وبسبب وبدون سبب. اي والله، وهذا معروف يا شيعة، إيقاع الخلاف بين الشيعة معروف عندكم. يا شيعة ما أدري لماذا أراكم شرا محضا صراحة، ولا فيكم صفة جميلة: كذب، تقية، غدر، سرقة، عمالة، استهتار بالعلاقات الأسرية، يزوج دقيقة ويطلق ويهرب من أبنائه وزوجته، تقليد أعمال لواحد مسكين لا يتكلم، يعني كل الصفات يا شيعة. تخيل أنك تبني أصنام كل يوم وتخترع قبور وهمية كل يوم. مليت العراق وإيران ولبنان بالقبور الوهمية وسوريا، أينما حليت حل الكذب والدجل والشعوذة والخرافات. صح ولا لا يا شيعي؟ وتلطش نفسك بالسكاكين وتمشي على الجمر. يعني شوف، لو اخترعت لك شعيرة يا شيعي صدقني تتبعني، أقول لك اغسل نفسك بالماء الحار على درجة 700 مئوية، صدقني وتقول هذه شعيرة حسينية. حتى لو الحسين لم يعملها وأصحاب الحسين ما يهمك، أنت تبع الناس، أنت تبع قيل وقال. صح ولا لا؟ لا تشذب يا أخي. والمشكلة يا أخي عندما تسمع الشيعة حاقدين على السعودية مثلا وعلى الكعبة والحرم، يريدون تفجير كل شيء. يقول لك المهدي عج سوف يأتي ويهدم الكعبة ويهدم المساجد. حقدكم عجيب يا شيعة. مع أن علي بن أبي طالب كان عدو اليهود والنصارى، أما المسلم حتى لو كان خارجي يقول له من الكفر فروا لا تجهزوا على جريح. يعني علي بن أبي طالب كان يتغاضى حتى عن الخوارج شر الخلق تقديرا لكلمة لا إله إلا الله. أما أنت يا شيعي فلا تقتل ولا تقاتل إلا حاملي لا إله إلا الله. هذا دليل على أنك عدو المعصومين الخالقين. كيف تخالف خالقك علي بن أبي طالب يا أخي؟ يسهر الليالي علشان يخلقك ويرزقك ويدلعك، وفي الأخير تخالف. أنا والله العظيم يا شيعي أعتقد لو جاء علي بن أبي طالب لا عندك وقال لك لا تعبد القبور، لا تزين القبور، لا تنفق الأموال والملايين على ذهب القبور، لا تزحف على الجمر، لا تزحف إلى القبر، لا تمشي على الجمر، لا تسب، لا تطعن، لا تشتم،
لا تصنع الأصنام والتماثيل وتعبدها مباشرة، تقول له ما عليك مني، لن أتبعك يا أمير المؤمنين عين. حتى لو أفتاك أي فتوى تقول أنت كذاب، أنت تمارس التقية يا أمير المؤمنين عين. عندك عادية أنك تتهم علي بن أبي طالب أنه كذاب، هذا أبسط شيء عندك. أين الاحترام للمعصومين الخالقين المظلومين؟ يعني لا صدقت القرآن ولا صدقت أهل البيت ولا ما تصدق إلا المراجع يا أخي. كيف تعبد البشر يا شيعي؟ والله أنك تصدق المراجع أكثر من القرآن وأكثر من أهل البيت، مع أن المراجع من أكذب الناس، كما بين ذلك عبد الحليم الغزي وأحمد الكاتب وحسن الكشميري. يقول لك إنهم شبكة فساد وشبكة دعارة ومخابرات ومسيطرة على فتاواهم، كل شيء يعني فيهم من والجهل، حتى يخطئون أخطاء إملائية أي واحد يعرفها. ما عندهم علم في أي شيء، وأكثرهم فرس ما يعرفون العربية أصلا. كيف يعرف القرآن أصلا؟ يحاربون العربية ولا يشترطون حفظ القرآن ولا يشترطون أي شيء. المهم يا شيخ، أنت أعتقد أنك ناصبي وحاقد على العترة الخالقة.